تخيل معايا صحيت من النوم بتدور على المية مفيش، فتحت التلاجة برضه مفيش. وقتها تسأل نفسك السؤال المرعب: هو أنا ممكن أعيش قد إيه من غير نقطة مية؟ في الفيديو ده هنعرف مع بعض إزاي جسم الإنسان بيتعامل مع العطش، وإيه اللي بيحصل لجسمك لو قررت تعيش 3 أيام من غير ما تشرب نقطة مية واحدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جسم الإنسان عبارة عن من 60 ل 70% مية تقريبا، يعني حرفيا إحنا ماشيين على رجلينا ومخزنين مية. المية بتساعد في كل حاجة، بتنقل المغذيات، بتخرج السموم، بترطب وتحافظ على حرارة الجسم، وحتى بتخلي المخ يشتغل بشكل كويس. يعني من غيرها الجسم بيبدأ ينهار واحدة واحدة. فأول يوم من غير مية جسمك بيبدأ يدور على حلول بديلة. الكلى بتقلل البول، العرق بيقل، الفم بينشف، صداع خفيف بيبدأ يجي. الجسم بيحاول يحتفظ بكل نقطة مية جواه، بس للأسف كل العمليات دي بتتعبك أكتر. بعد 48 ساعة بدون مية الأمور هتبدأ تسوء. هيكون عندك دوخة، ضغطك بيقل، تركيزك بيختفي، لسانك شبه الصحراء الكبرى. جسمك بيبدأ يدخل في حالة اسمها ديهايدريشن مود، بيحاول ينجو بأي شكل. بياكل في نفسه حرفيا، بيكسر الدهون عشان يطلع منها شوية مية. بمجرد ما تنتقل لليوم الثالث، اليوم ده هو الخط الفاصل. بعد 72 ساعة من غير مية أغلب الناس بيبدأ يحصل لهم هلاوس وهبوط حاد واحتمال فقدان للوعي. المخ مش لاقي مية كفاية يشتغل، وباقي الأعضاء بتصرخ حرفيا. طيب هل في ناس قدرت تعيش أكتر من 3 أيام بدون مية؟ في حالات نادرة جدا عاشوا أكتر من 3 أيام، بس كانوا في درجات حرارة باردة ومجهودهم قليل جدا. يعني الموضوع ده مش بطولة، ده خطر حقيقي حرفيا. الرقم اللي العلماء بيقولوا عليه إن الإنسان ممكن يعيش من 3 ل5 أيام بالكتير من غير مية، هو ده الرقم اللي هتقدر تعيش وبعده هتموت. فمرة تانية لما تلاقي كوباية مية جنبك اشربها واشكر ربنا عليها، وبلاش تستهين بالمية وتهدر فيها. ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: وجعلنا من الماء كل شيء حي. صدق الله العظيم. لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة. أشوفكم في فيديو جديد، وفي أمان الله.